ممتاز. انا عندي بس عفوا اذا تسمح لي اخوي محمد العتيبي، اخوي عادل عقله ابو خالد عنده رد في الجزئيه اللي تفضلت فيها. ونعم والله ابو خالد. ما عليك زيد اخوي محمد. اول شيء طبعا اخوي محمد انا اهنيكم على هذا اللاعب الموهوب ولاعب كبير صراحه، احمد ظفيري خلقا وفنا. وموضوع امر انه انتقل عن طريق ناديه او غير ناديه هذا امر لا يعني لي، لكن اخوي محمد انا اللي عتب عليك انت امر الدوري الكويتي هذا لا يعنيك انه دوري ضعيف او يكون دوري قوي. لا ما تحدث عن دوري. انت اسمح لي اخوي محمد بس اسمح لي لو سمحت. امر انه ايقاف نشاط موقوف، هذا امر بكل امانه يا اخوي محمد. يعني انت عزيز وغالي وانت من محبين هذا البلد ومحبين نادي القادسيه اللي ينتمي لهذا البلد، هذا امر ارجو ان الرساله توصلك وتوصل ايضا للاخرين، لا حد يحط اعذار بالدوري الكويتي ودوري الكويت. انت تبي اللاعب هذا حق مشروع، اذا القوانين الاتحاد الدولي تسمح بجلب اي لاعب داخل الكويت سواء من نادي الكويت من القادسيه العربي، القوانين تسمح لي، قول القانون يسمح لنا، لا تحط اعذار على خلينا نقول على بلدنا. بالنهايه دوري الكويتي يعني بلد الكويت. نرجو منك يا اخوي محمد رجاء، وانت عزيز وانت شخص رياضي نحترمه ونقدره، لا تحط عذر ايقاف النشاط، هذا مو عذر. ابو خالد اذا سمحت يا ارد عليك بس بهالنقطه. تفضل. ابو خالد انت لا تربط كلامي هذا براي اعلامي لا يمثل المملكه ظهرت تصريحات مؤخرا. لا بس اخوي محمد يرحم والديك، انا لا يعني لي ماذا قالوا الاخرين، كل واحد له وجهه نظر. وخلني بقول لك شيء، سعودي هو كويتي والكويتي هو سعودي. ثق بالله ان السعوديه بالنسبه لعادل عقله هي بلد اول، قد تكون بلد اول ونحب السعوديه. انا اتكلم الان ردي عليك انت، ما لي شغل بالاخرين. انا اقول لك انت احمد الظفيري، بس اسمح لي اخوي محمد، احمد الظفيري مكسب لاي نادي. وقلت لك بالنهايه لا يعني لي كون ينتمي لنادي الكويت خروجه بعلم النادي او لا، هذا امر لا مستحيل اتكلم فيه. ممتاز. يعني اخلاقيا انا ما اتكلم فيه. ممتاز. لكن انت عللت. ابو خالد تمام تفضل ابو خالد عشان بس اوضح النقطه اذا سمحت. تفضل اخوي. ابو خالد انا اتحدث وقلت لك قبل شوي وضحت، اتحدث بعيدا عن وجودي في القادسيه السعوديه، اتحدث كمشجع للقادسيه الكويتي. نعم. كمشجع للدوري الكويتي. كمتابع من سنوات طويله للدوري الكويتي. فهذه هي النقطه اللي احب اوضحها. عزيز